كريستيانو يرد بغضب على سخرية الجزائريين من شكل ابنه ودافع عنه قائلا في تغريدة على تويتر: لا أعلم لماذا تسخر بعض الصحف الجزائرية والمجموعات الجزائرية على الفيسبوك من ابني ويطلقون عليه اسم جيلالي عقب كل منشور لي. سأقول لكم أيها المتابعون الأعزاء: ميراث ابني يخوله شراء كل بلدكم، إذا اهدأوا واخرسوا. رونالدو يطلب من أكثر شعب متكلم في العالم أن يخرس، وهم الجزائريين، وما أدراك. إنك يا أبا الجلال لن تستطيع إسكات أعظم وأروع شعب في العالم أبدا. ألم تلاحظ أنهم استطاعوا أن يضحكوا على كل العالم، ولكن لم تكن نيتهم أبدا سيئة، ولكن طبع الفكاهة في الجزائريين متأصل، ومن لا يعرف الجزائريين فحتما يجهل الكثير. وقد سبق للجزائريين أن ضحكوا على خير كريستينا وأليخاندرو وغيرهم. وتتحدث يا أبا الجلال عن ثروة الجلال التي لو بلغت عرض الأرض ولن تستطيع حتى شراء أصغر جلالي عندنا، بل بدل ذلك أنصحك أن تحتفظ بثروة للجلال الرائع الذي أضحكنا بعفويته وحركته الجميلة، وهذا لا يعيبها أبدا، بل أحببناه أكثر. وإليكم تعريف كامل للجلال رونالدو وقصته. أصل القصة أن أحدهم يشتغل في سطيف في مركز تجاري يستقبل زبون مع ابنها، وهذا الابن يشبه جينيور ابن رونالدو الحقيقي. فكان هذا الرجل السطيفي ينشر صوره ويقول دائما أن هذا أخ الجلالي، فانتشرت هذه القصة على الفيسبوك. لا تغضب رونالدو، وتذكر أننا نحب الجلالي، ولا تنسى أبدا أن الجزائريين إذا أحبهم أحدا وقروه، وإذا أغضبهم داسوا عليه، فلا داعي أن تهاجم أروع شعب على الإطلاق.